صفقه بن رمضان فشلت. يا معلم عدت على خير. لا استنى بس، استنى عايز اقول لك قبل ما نبدا وقبل ما نتكلم، اهم حاجه تودع قلبك وتسيب اللف الحلو اللي زيك، ويلا نبدا. صلى على النبي عشان اجيب لك من الاخر في صفقه بن رمضان. صفقه بن رمضان لو هي فشلت فعلا، النادي المجري هيعلن ان هي فشل. حلو كده، دي اول حاجه. تاني حاجه، صفقه بن رمضان متوقفه عن تحويل الدولارات. والسؤال هنا، هل الاهلي ما عندوش دولارات؟ لا، الاهلي عنده دولارات. لان انت حتى لو اتكلمت محدش هيصدق الكلام ده، بس الاهلي عنده دولارات في حاجات معينه هو بيستثمرها في مشاريع، بيجيب حاجات من بره. انما في الصفقات بيحاول على قد ما يقدر ان هو يطلع صفقه ويجيب صفقه مكانها بالفلوس بتاعت الصفقه اللي طلعت. وصلت المعلومه؟ دي حاجه. يبقى كده هنوصل مع بعض لنقطه معينه. النقطه المعينه ان محمد عبد المنعم لازم يخرج عشان يجي الدولارات. محمد عبد المنعم عنده مشكله شويه في التاشيره، المشكله ديت باذن الله هتتحل، بس لسه شويه، لان النادي المجري نادي غلس جدا جدا. مش غلس، ده رخم بجد. يعني هنا نوصل لنقطه معينه ونقطه قريبه بيني وبين حضراتكم، اللي هو ايه؟ اللي محمد عبد المنعم هيخرج، بس يخرج وقت لما تنتهي التاشيره او يخلص التاشيره بتاعته ويسافر على نادي نيس الفرنسي ويعمل الكشف الطبي ويبتدي هم يحولوا الفلوس. اللي حصل مع داري بقى، اللي هي الصفقه اللي خلصت خلاص باذن الله. الصفقه دي النادي كان عنده حلول شويه، كان مرن. يعني كان قال لك خلاص يا عم انت روح اعمل الكشف الطبي وباذن الله النادي الاهلي يحول لنا الفلوس وخلاص، لان انت قريب يعني بكره او بعده باذن الله داري هيجي ويبتدي ان هو يخلص خلاص مع النادي الاهلي، ويبتدي النادي الاهلي يخلص كل حاجه ويبعت له الفلوس ويعلن بعد كده عن الصفقه. محمد بن رمضان بقى غير الكلام ده. محمد بن رمضان انا قلت لك ان النادي المجري بتاعه رخم وغلس وكل حاجه فيه. عايز اقول لك بس نهدى شويه، لان انا بقول لك ان الصفقات اللي جايه مش صفقه محمد بن رمضان بس، احنا من الاخر كده بنتعاقد مع صفقات كتير، ممكن 3 أو 4 يكونوا موجودين على الاسبوع الجديد. وانا قلت لك انا بتحداك من امبارح او من يوم الثلاث اللي فات عشان بس تعرفوا ميعاد الفيديو كويس. باذن الله الصفقه جايه، وممكن 3 أو 4 صفقات هيكونوا موجودين بالكتير على الاسبوع الجديد. اهم حاجه ما تنساش تودع قلبك وتسيب اللف الحلو اللي زيك وتعمل متابعه، وبشكركم.